السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهوة مع أزهار. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحتكم على خير إن شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وعواشركم مبروكات دخل عليكم باش ما تمنيتوا إن شاء الله بالصحيحة والسلامة والرزق والهنا والنجاح لوليداتكم وكاع داكشي اللي كتمنوا إن شاء الله. مهم غادي نشارك معكم اليوم بسيطلات صغار ضمن التحضيرات الرمضانية. المهم غادي نوجدوهم ان شاء الله ونخبيوهم في المجمد وبلا طياب بلا حتى شي حاجه حتى نحتاجوهم عاد كنجبدوهم وكنطيبوهم. غادي نشارك معكم هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا كيجي على شكل وريضه، ساهل في التشكال ديالو، ما كياخذش معنا نهائيا الوقت في التشكال. وغادي نشارك معكم واحد الحشوه اللي زوينه بزاف بزاف، كتجي بنينه ما تشبعوش منها، كيجيو غزالين. كنتمنى ان شاء الله توجدوهم بهذه الحشوه وبهذه الطريقه وغادي ينالوا اعجابكم ان شاء الله يا رب. وندوزو نتعرفوا على المقادير ديال الحشوه. اول حاجه كنديروا في مقيله شويه ديال الزيت النباتيه، وهنا ضفت واحد جوج حبات ديال البصله كبار مشلضين رقاق كيف كتشوفوا راهم مقطعين رقاق بزاف. وهنا عندي فلفله الوان، فلفله خضراء وفلفله حمراء مقطعين مكعبات صغيره. ودابا غادي نضيفوا التوابل، عندي الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال التحميره، غير واحد نص معلقه ديال التحميره صافي، وكنخلطو مزيان مزيان. وهنا غادي نضيف نص معلقه ديال الثوم بودره. الا ما عندكمش ديروا الثومه العاديه محكوكه، واحد 3 ديال الدروسه اولا 3 ديال الدريسات ديال الثومه هكا محكوكين صافي. من بعد ما كتنزل لينا ديك البصله مع الفلفله شويه كنضيفوا هنا صدر الدجاج مقطع مكعبات صغيره. هنا عندي تقريبا المهم اكثر من نص كيلو شويه، تقريبا واحد 600 غرام هكا كنقولوا، مقطع مكعبات صغيره. تقدروا ديروا لادان، تقدروا ديروا الكفته اللي بغيتو. انا فضلت ندير هاد الحشوه بالدجاج، ندير هاد البسطيلات الصغار بالدجاج، ما غاديش ندير فيهم الشعريه الصينيه. داكشي علاش نديروا الدجاج من الاحسن باش هكا تجينا الحشوه شويه يعني عامره، تعمر لينا البسيطلات ديالنا. بالدجاج كتجي احسن من الكفته، الكفته دغيا كتنزل، كيخصنا نضيفوا معاها الشعريه الصينيه. ضفت كيف كتشوفوا معايا واحد نص حامضه مصيره محيده ليها القلب ديالها ومقطعاها رقيقه بزاف بزاف. وضفت واحد جوج معالق كبار عامرين ديال الصوص صوجا كيف كتشوفوا، ديك النوع ديال الصوص الخفيفه ماشي ثقيله صافي. وكنخلطو مزيان، وفي اخر مرحله كنضيفو زيتون مقطع طريفات صغار مع شويه ديال الربيع قزبر ومعدنوس مقطعين صغار مقطعين رقيق حتى هما صافي. وكنخلطوا كل شيء. وهنا في الاخير ضفت واحد شويه ديال الهريسه، راني نسيت ما درتهاش من الاول. يعني كتضيفوا شويه ديال الهريسه اولا الحره هكا بودره، غير باش كتعطينا ديك النسمه، كيجي كتبنن لينا الحشوه صافي. ودابا غادي نطفيو النار على هاد الحشوه هذه وغادي نخليوها على جنب حتى تبرد. كتجي بنينه بزاف بزاف، كتجي روعه. وتقدروا تنسموها الا ما بغيتوش تضيفوا مثلا صوص صوجا ولا الا ما متوفرش ماشي مشكل، تقدروا تنسموها بداكشي اللي بغيتو، شويه ديال الزعتر ولا ورقه سيدنا موسى ولا المهم كتنسموا نتوما بداكشي اللي عندكم في الدار متوفر. هنا كناخذوا الورقه ديال البسطيله، كنحيدوا دوك الجوانب دائما هكا اللي كيكونوا ناشفين شي شويه باش كتجينا الفينيسيون ديال البسطيله ديالنا او البريوات او السيجار او اي حاجه كنكونوا كنوجدوا، كتجينا الفينيسيون ديالها مزيانه. ضروري نحيدوا هاد الجوانب هادو، غير شويه منهم ماشي بزاف صافي. غادي نقسم انا هاد الكميه على جوج وغادي نرجع النص في البلاستيك. ضروري تخليوها في البلاستيك باش ما كتنشفش، يعني ما تخليوهاش على برا وانتم كتشكلوا فيها، غادي تنشف لكم في يعني دوك الحبات الاولين غادي يبقاو مزيانين، وفي التالي غادي تبقى تنشف لكم الا تعرضت للهواء مده طويله صافي. هنا كيف كتلاحظوا معايا عندي بيضه درتها في سليفه، هو باش غادي نلصق. بغيتو تلصقوا بالدقيق مخلط مع الماء كيبقى لكم الاختيار. بياض البيض احسن، كي يعني ساهل وكيلصق مزيان دوك الجوانب ديال الورقه. وهنا في الزليفه الاخرى عندي شويه ديال الزيت النباتيه دايره معها واحد شويه ديال التحميره،
غير باش كتندهنوا ديك الورقه وكتعطينا داك اللون زويون من بعد ما كطيب. ويعني الورقه خاصها تدهن اصلا بالزيت فاش نكونوا كنشكلوها، وفاش كنديروا شويه ديال التحميره كيعطينا داك اللون زويون في دوك البسيطلات. صافي هنا كيف كتشوفوا كندوز كامله ديك الورقه كندهن يديا وكندوز على ديك الورقه كامله بداك الزيت مخلطه مع التحميره. وهنا كنبداو نشكلو، كناخذ عاود زليفه اولا مغطى ديال القرعه ولا المهم شي حاجه شي اطار باش غير باش غادي يجيونا كاملين قياس واحد باش نتحكموا ويسهل علينا الخدمه ونتحكموا حتى في الحشوه اللي كنديروا. وتجينا هكا ديك البسيطلات كلهم تقاده وحده يعني قياس واحد. صافي كنجمعوا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. غادي نعاود معكم وحيدات اخرين باش هكا تشوفوا التشكال يعني مزيان مزيان، واخا هو راه ساهل ما معقد ما حتى شي حاجه. ودوك الجوانب اللي كيبقاو لتحت كنلصقوهم هكا، كندوزو يدينا في بياض البيض وكندوزو عليهم باش يلصقوا على بعضياتهم. اصلا هما فاش كنحطوا البسيطلات راهم يعني كيسفيناو راسهم من التحت، كيتلحموا على بعضياتهم دوك الجنيبات اللي كيكونوا لتحت. هنا كيف كتشوفوا كنديروا شويه ديال الحشوه وكنديروا واحد شويه ديال الجبن محكوك فقط، كيضيف التعليكه الا ما متوفرش بلاش، الا ما بغيتوش ديروه بلا ما ديروه، هو كيضيف واحد التعليكه زويونه في البسيطلات ديالنا. هنا عندي الفرماج محكوك، عندي الموتزاريلا هو اللي هكا كيجي معلك وكيجي بنين وسط البسطيله. صافي كيف كتشوفوا معايا كندوزو بهذا الشكل هذا دوك الجنيبات كاملين كندوزوهم لتحت، وحنا كنطويو بحال الشكل اللي كنديروا دوك البلي هكا، كنطويو شويه ديال العجين باش يعني كيجي داك الشكل هكا بحال اللوريده من الفوق. شوفوا معايا كيجي شكل بحال اللوريده نيشان وما كتحتاجش هذه نهائيا تزين. من بعد فاش كنطيبوها يعني كنكتفيو فقط هكا بديك الحفيره اللي في الوسط كنديروا فيها واحد الحبه ديال الزيتون اولا كيغضون فيه طريف ديال الفرماج، اولا كنديروا هكا يعني واحد الدائره ديال الحامض نقسموها على 4 وكنديروا غير ربع ديال ديك الدائره هكا وسط من ديك الحفيره. صافي بركه ما كيحتاجش نهائيا تزين، راه الشكل ديالها فارض راسو ما نحتاجش نزيدوها شي حاجه جبن محكوك ولا شي حاجه من الفوق بلاش. كيف كتشوفوا كنجمع الجوانب من بعد ما كندير الحشوه. انا كندير غير شويه حيتاش الورقه عندي صغيره، الا درت بزاف غادي يجيني ديك الكويوره عامره وما غاديش يوصلوا دوك الجنيبات حتى لتحت، يعني ما غاديش يوصلوا حتى لتحت ويتلاقاو مع بعضياتهم. داكشي علاش ما كنبالغش في الحشوه بزاف، حيت الورقه النوعيه ديالها غير متوسطه ماشي داك النوع الكبير. صافي وكيف كتشوفوا يعني كندوزو لتحت بالبياض البيض باش هكا كنضمنوا انها غادي تلتصق، وكنكملوا باقي الحبات اللي عندنا كاملين حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. راه دغيا دغيا كنسربيوهم دغيا كنعمروهم، ما كياخذوش نهائيا الوقت في التحضير ديالهم، ما كنطويو ما حتى شي حاجه، ساهلين ماهلين في التحضير ديالهم. وكيجي المنيضر ديالهم واعر كيف كتشوفوا كيجيو غزيولين بزاف بزاف، وكيجيو هكا محمرين بداك اللون اللي درنا داك التحميره مع الزيت. فاش كنجبدوهم المجمد ونبغيو نطيبوهم ما كنحتاجوش ندهنوهم بالبيض ولا شي حاجه. الا بغيتو ديروا عليهم هكا غير واحد الدهنه خفيفه ديال الزيت النباتيه وتدخلوهم للفرن يطيبوا وصافي، وكيجيو هكا اللون ديالهم واعر. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهم في المجمد، كاين اللي كيطيبهم هكا كيشمعهم في الفرن، انا ما غاديش نطيبهم كنحطهم هكا، يعني كنشدو هكا واحد البواطه درت عليها بابي كويسون من التحت اولا ورق الطهي من التحت. صافي وكنفرشوا واحد طبقه ديال هاد البسيطلات وكنديروا بلاستيك سلوفان يعني اولا بلاستيك غذائي من الفوق، كنفرقوا بين طبقه وطبقه وكنديروا باقي الحبات. صافي وكنغطيوهم مزيان مزيان بالبلاستيك وندخلهم المجمد. بغيتو ديروهم في بلاستيكات ديال الكونجيلاتور من الاول كديروهم في بلاستيك اللي بغيتو بواطه ولا بلاستيك، وملي تبغيو تستخدموهم كتجبدوهم مباشره من الكونجيلاتور وكتدخلوهم للفرن يكون سخون على 200 درجه، وغير كتدخلوهم صافي كتنقصوا على 180 وكتخليوهم حتى كيطيبوا ويتحمروا على خاطرهم. ما كتسناوش عليهم حتى يديكونجولاو من بعد ما كتجبدوهم من الكونجيلاتور مباشره من الفريغو الفرن وبالصحه والراحه. راهم كيجيو واعرين بزاف بزاف، وحتى الحشوه اللي شاركت معكم راه كتجي فيهم بنينه بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله توجدوهم وينالوا اعجابكم. وهذا هو الفيديو ديال هذا النهار. خليتكم على خير، تهلاو في ريوسكم بزاف بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده. السلام عليكم. والمقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف بالتفصيل.